البنت دي ذنبها ان هي تضيع برصاص الغدر كده على ايد ابوها؟ يعني هي راحت صلح ما بين ابوها وامها عشان بس حلمت ان هي تعيش في اسره مستقره مع ام واب سويين نفسيين، مع ام واب تلم شمل العيله بمعنى اصح. اللي مش فاهم في ايه، في امبارح جريمه حصلت كارثيه كارثيه، قعدت صلح انتهت بقتل 4 اشخاص. كان منهم ان الراجل رايح يتصالح مع اهل مراته وان هو يرجع مراته ليه مره تانية. مين بقى اللي كان قاعد في قعده الصلح ده؟ 2 من اخوات طليقته وبنته، واحد تاني يعتبر ان هو زوج بنت خالتها. كان قاعدين في القعده دي قعده رجاله. الام رفضت ان هي تروح وبعتت بنتها تنوب عنها عشان تشوف عاده الصلح. البنت بتبقى عارفه امها عايزه ايه وايه الطلبات اللي هي عايزاها. وبعدين البنت مش صغيره، دي عندها 22 سنه حبيبتي الله يرحمها، اسمها جنه، وكانت كمان في جامعه حلوان. البنت لما راحت بدأ الموضوع يتطور بشكل، يعني حصل خلاف طبيعي. لكن اللي مش طبيعي ان انت تكون رايح قعدة صلح ناوي على الغدر، اللي هو لو ما اتفقوش على اللي انا عاوزه انا هخلص عليهم. طيب انا بقول كده ليه؟ لان هو رايح يقعد قعدة الصلح ومعاه مسدس فرغ فيهم 20 طلقة. انتوا متخيلين 20 طلقة تك 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 تك؟ طب ليه؟ ليه؟ الاول ضرب الاتنين اخوات طليقته، والراجل اللي كان معاهم قتلهم. بنته لما شافت المنظر ده جريت وقالت اكيد 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 انا ابويا مش هيضربني. لكن المفاجأة والصدمة اللي هي، يا حبيبتي هي اكيد ماتت قبل ما تتضرب بالطلق لما شافت ان ابوها بيوجه المسدس يعني عليها. فاللي هي انت ابويا وبتقتلني؟ فراح مديها الطلقة هي كمان، راحت واقعة. قتل في القعدة دي 4. يعني انت نازل من بيتك عارف ان انت لو ما حلوش معاك هتقتلهم، يعني انت قاتل، يعني ده سبق. فانا عايزه اقول حاجه، القتل كتير جدا 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 ما بين الازواج وما بين الزوجات وما بين افراد ناس اصلا ما تعرفهمش، زي الراجل كده اللي قتل الاسره بتاعه التجمع الخامس وسابهم في العربيه. ليه؟ لان في محاميين، انا اسفه، ما عندهمش ذمه، بيخففوا الاحكام دي، بيجيبوا ثغرات ويطلعوا الناس دي براءه. حبيبي ده قتل، مهما تجيب لي 1000 ثغره في القضيه هو قتل، هو مش هيرجع اللي مات. يعني هي مش سرقه وهنرجعها، مش نصب وهنصلح، هو قتل في بني ادم اتاخد كده من الدنيا غدر واتدفن تحت التراب. انت هترجعه ازاي؟ انا نفسي كل المحامين اللي ماشيين في قواضي القتل وبيدافعوا عن اي مجرم في قضيه قتل يعني يتبرأ منه. عارفين ليه؟ لان الفلوس مش دايمه، الفلوس بتاعت القضيه دي مش هتدوم لك، والله ما هتدوم. لكن البني ادم اللي مات ده حرام عليك، حرام عليك ان انت تروح تطلع. يعني اللي رايح يقتل ده هو رايح يقتل، هو عارف ان هو رايح يقتل. فانت لما تترافع عنه وتديله 25 سنه ولا تديله 20 سنه ولا تديله 5 سنين زي الست اللي قتلت جوزها كده، ولا الكلام ده كله، حرام حرام، بتضيعوا دم ناس. المفروض ان هو يجي. وبعدين الناس مش بتتعظ، القتل زاد جدا والجرائم كل يوم من سيء لأسوأ لأسوأ لأسوأ، لان بيلاقوا احكام غريبه. يعني انت رايح تقتل بمزاجك، مختار مقرر مجهز نفسك، في الاخر تلاقيكي خد كام سنه عبط. المفروض من قتل يقتل، اعدام على طول. ما هو قتل، هو هيصحي اللي قتله؟ هيرجع هيقوله معلش ما كنتش اقصد؟ لا هو قاصد، هو موت وخلاص خلصت. يعني الراجل ده بتاع عادة الصلح ده خلى حماته قلبها يوجعها على 2 من عيالها، وخلى مراته قلبها يوجعها على اخواتها وكمان على بنتها. يعني ايه الجبروت ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش عارف يشوف بنته ايه، دي بنته عروسه، ده لو رفع سماعه التليفون ولا تعليل هتشوفه. او مين يقدر يقول للاب لا؟ مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل.